دكتور منى، هي دكتور منى يا جماعة مش عايزة تطلع بوشها، مفيش مشكلة، هي بتشتغل وعندها بيبي فهي بترضع، حضر الماستر بتاعها. فهي قالت لي كلمة يعني كانت ملهمة جدًا وأنا حبيت إن أنا أوصّلها لكم. إيه هي بقى؟ دكتور بتعملي إيه أنتِ عشان تخسّي وفي نفس الوقت في رضاعة، فأنتِ مش عارفة تاخدي أي مكملات تسد الشهية وتساعدنا، فقُلت لِك تعملي إيه وعملتِ إيه ولقيتِ إيه؟ احكي لي. دكتور حضرتك الأسبوع اللي فات قلتِ لي إن أنا أنقع لساني بالعربي قبليها بيوم وأشربه الصبح على الريق. قولي لي بصراحة طبعًا، قُلتِ لي إيه؟ طبعًا perfect سد نفسي بشكل بشع، في بجد؟ نفس الوقت ما عمليش gastritis، ما تعبليش معدتي، ما حسيتش إن أنا طول اليوم مثلًا معدتي مقلوبة أو تعبانة أو كده، لأ بالعكس، حاسة إن أنا شبعانة طول الوقت وفي نفس الوقت معدتي تمام، وبقيت كل يوم بالليل أريح أنقع اللسان بالعربي الصبح. فوالله بجد أنا القصة دي عجبتني جدًا، حبيت أنقلها لكم لإن حسيتها فعلًا ملهمة. هي أضافت حاجة بقى حلوة جدًا حبيت أضيفها لكم على فكرة، إن بتقول لي ما شاء الله هي بطّلت تلقيط خالص الأسبوع ده من أول ما ابتدت متابعة. قالت لي: "الحمد لله أنا ما بين الوجبات شبعانة، يعني ما بافكّرش كتير في الأكل ولا عايزة ألقّط." فبرضه دي يعني رسالة وأمل.